حفظكم الله. هذه سائلة سماحة الشيخ تقول: قرأت في أحد الكتب بأن ساعة الاستجابة يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر، وأنا في هذا الوقت أقوم وأتوضأ ثم أجلس متجهة نحو القبلة وأدعو وأتضرع إلى الله عز وجل، ولكنني أخاف من هذا العمل أن يكون بدعة. لا، هذا عمل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة الساعة لا يوافق أحد مسلم يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا أعطاه إياه، وأشار إلى أنها ساعة قليلة. وجاء في بعض الروايات أنها ما بين أن يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يعني ما بين جلوسه على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. هذا محل إجابة إذا دعا فيه بين خطبتين أو في سجود الصلاة الفريضة أو في آخر الصلاة، كل هذا محل إجابة. وجاء عنه صور أنها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا جلس الإنسان بعد العصر على وضوء ينتظر المغرب ودعا فهو في حكم المصلي. المنتظر للصلاة كالمصلي، من جلس ينتظرها فهو في صلاة، فينبغي الإكثار من الدعاء في هذه الحالة.